النهاردة مش هنشرف كلام كتب، النهاردة هنفك شفرة ليه الفلوس بتجري من ايدنا. بص، احنا طول عمرنا فاكرين ان المشكلة في قلة الفلوس. بنقول لو بس مرتبي زاد شوية حياتي هتتغير. الحقيقة الصادمة اللي جايبها لك النهاردة من الزيتونة بتاعت روبرت كيوساكي بتقول ان المشكلة مش في الرقم اللي بيدخل جيبك، المشكلة في الخرم اللي في الجيب ده. احنا النهاردة هنعرف الفرق بين اللي بيعيش مستور بالعافية واللي بيبني امبراطورية، والسر كله في 4 كلمات. ركز معايا عشان الكلام ده مش هتسمعه في المدرسة ولا الجامعة. تخيل معايا ان جيبك ده ليه بوابتين، بوابة دخول وبوابة خروج. البوابة الأولى الدخل والوصول. أي قرش بيدخلك اسمه دخل، ده سهل، بس الفرق الجوهري بقى في الأصول. الفقير والطبقة المتوسطة فاكرين إن العربية أو البيت اللي ساكنين فيه أصل عشان ملكهم، لكن دحيح برو بيقولك لا يا حبيبي، ده فخ. الأصل عند الأغنياء هو أي حاجة بتحط فلوس في جيبك وانت نايم. زي إيه؟ أسهم في شركة، عقار مأجره مش ساكن فيه، أو حتى قناة يوتيوب بتجيب أرباح. يعني لو الحاجة بتصرف عليك تبقى أصل، لو بتسحب منك تبقى التزام. البوابة التانية النفقات والالتزامات. النفقات هي الأكل والشرب والفسح، دي ضرورية عشان نعيش، إنما الالتزامات هي الوحش اللي بياكل الأحلام. القروض، قسط العربية الجديدة اللي جبتها عشان المنظرة، اشتراكات الحاجات اللي مش بتستخدمها. الفقير أول ما يمسك القرش يطلعه نفقات فوراً. الطبقة المتوسطة أول ما المرتب يزيد يروح يجري يشتري التزامات، عربية أغلى، شقة أوسع بقسط أكبر، فيفضل محبوس في ساقية الراتب طول عمره. الأغنياء بقى بيعملوا حركة صايعة جدا، أول ما يجيلهم دخل مش بيروحوا يصرفوه، لا، بيشتروا أصول الأول. 10,000 اللي معاهم ياخدوا منها جزء يشتروا بيها أصل، استثمار، والأصل ده هو اللي يكبر ويجيب دخل جديد. عارف قصة الست اللي كان نفسها في سيارة مرسيدس؟ بدل ما تروح تجيبها قسط وتغرق في الالتزامات، خدت الفلوس استثمرتها في أصل لمدة 4 سنين، ولما الأصل ده بدأ يطلع أرباح، الأرباح هي اللي اشترت لها عربية. النتيجة بقى عندها العربية وبقى عندها الأصل لسه شغال بيجيب فلوس. يا صديقي، الحكاية مش حكاية حظ، دي حكاية عقلية. الفرق بينك وبين الثراء هو قرار هتاخده في أول الشهر. هل هتشتري حاجة تريحك النهاردة وتتعبك بكرة، ولا هتزرع شجرة أصل تتعب في سقيها النهاردة عشان تضلل عليك بكرة؟ فكر فيها، والمرة الجاية وانت بتطلع محفظتك اسأل نفسك، ده أصل ولا التزام؟ أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.